الرجاء جمهورها راس مالها. السلام عليكم عسى جارتك فراكم مزيانين الحمد لله. مرحبا بكم من جديد في فقرة اشنو طريف الرجاء. كيف ديما ندوي على اشنو واقع في المحيط الرجوي والمهم في هادشي كامل واللي هو مناقشته حنايا بيننا كرجاويين. فإلا كنتي مهتم بما يروج في الرجاء مرحبا بك معنا، خلي لايك ديالك شي كومونتير لتحت، اما الا كنتي جديد سبسكرايب وزير لي ديك الصمتة واتش يلا بينا نبداو. غادي نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم في فقره اشنو طريف الرجاء باول موضوع اللي هو موضوع العقوبات اللي تصدروا في حق فريق الرجاء. فريقنا الغالي فريق الرجاء العالمي اللي غادي يلعب الماتش ديالو كونتر الفتح الرباطي بدون جمهور بسبب استعمال الجماهير ديالو الشوب الاصطناعي وتوقف المقابله في ماتش الرجاء كونتر المغرب التطواني زائد تغريمه 50,000 درهم. هاد العقوبه هذه اللي ما طبقاتش فقط على الرجاء وانما طبقات على ثلاثه ديال الفرق اخرين من بينهم المغرب الفاسي واسفي والرجاء حتى هي، مع العلم ان الاحتجاج كان من جميع المجموعات وعلى حسب المغزى من الرساله اللي خرجوا بها المجموعات وغالبا غتكون مقاطعه شامله في الدوره المقبله، الا في حاله ما عاوتاني لا بعض المجموعات خرجوا عاوتاني من الروندا ديالهم وبينوا المرقويه اللي فيهم. كيف ما قلنا ان اولمبيك اسفي حتى هو من بين الفرق المعاقبه، يعني فرا الرجاء حاليا هي المتضرره وهي اللي غتلعب جوج ديال الماتشات بدون جمهور. الماتش الاول كونتر اولمبيك اسفي اللي غادي تلعب في الدوره 7 والماتش الثاني كونتر الفتح الرباطي اللي غادي تلعب في الدوره 8. صراحه هاد الصراع اللي غادي تدخل فيه العصبه بين الجماهير المغربيه كيبان لي بلي ماشي وقته، خصوصا ان المغرب مقبل على عده تظاهرات فرا هاد الجمهور هذا اللي كتحارب فيه نتايا دابا واللي غادي تحتاجو من بعد. انت الا كنتي معول على جمهور ستوريات والتيك توك والماكياج راه كون اكيد ان الهيبه ديال الجمهور المغربي غادي تضرب في الزيرو، وكاع هادشي اللي تبنى في السنوات الماضيه غادي يريب. واصلا انا على حساب ما كيبان لي هاد القرارات هادو اللي خرجوا ضد الجمهور بان لي بانهم كيشجعوا باش جمهور التيك توك والماكياج يكسر في الملاعب المغربيه، فصراحه اللي غادي نقولوا اللي هو الله ينجينا منه صافي. وباش انا نختم هذا الموضوع هذا عاوتاني راه الحاجه الوحيده اللي غادي نقدروا نقولوا اللي هي الحريه للجماهير المغربيه. غادي نبقاو في موضوع الغرامات حيت مازال ما ساليناش. قال لك اسيدي تم تغريم فريق الرجاء عاوتاني مبلغ ديال 2000 درهم والسبب واللي هو تلقي 4 انذارات. ترى فلوس كحلا معلم ودي غير سير كمل ما فيها والو. ما علينا، غادي نمشيو لموضوع اخر واللي كيتعلق بالمدرب جوزيف زامباور اللي قرر انه هذه المده هذه اللي بقات ديال التوقف الدولي غادي يكونوا فيها ماتشات وديه اخرى بحال الماتش اللي كان كونتر الزمامره من اجل الوقوف على الفريق والمعالجه ديال الاخطاء والمشاكل قبل استئناف البطوله نهار 28 من هذا الشهر هذا. وعلى حساب بعض التشاش فرا قالوا بان الرجاء غتواجه شباب المحمديه ومولوديه وجده في ماتشات وديه. فصراحه البلان هذا اللي كيبان لي ناضي وخدمه اللي نقيه باش اللاعبين اللي ما كياخذوش الفرصه ديالهم في الماتشات الرسميه تجيهم هذه الفرصه هذه في الماتشات الوديه ويبينوا اشنو عندهم في رجليهم. على سبيل المثال دومينغو للماتش اللي داروا كونتر الزمامره اللي بين على واحد المستوى اللي جيد وبين ان السيد كيستحق تعطى الفرصه في التشكيله الرسميه او فقط كاحتياط ولكن الوقت اللي طويل. فاللي كنتمنوا اللي هو التوفيق لفريقنا ان شاء الله، وكنتمنوا ان هذه المده هذه اللي بقات يتم الاستغلال ديالها بالشكل الجيد وترجع بالنفع لفريقنا الغالي. نيكست ارى الموضوع الاخر واللي كيتعلق برئيس الفريق والمدرب حتى هو واللي البارح صدموا امل الرجاء واللي كانوا حاضرين في المدرجات في ماتش الرجاء كونتر حسنيه خريبكا، الماتش اللي عرف تفوق الامل بنتيجه ديال 3-2. الحضور ديال الرئيس والمدرب والمساعد ديالو في المدرجات اللي كتبان بادره جيده، وكيتضح لنا ان المكتب الحالي عنده نيه ديال التكوين وكيعطي الاهميه لاولاد الفرقه حيت هما المستقبل ديال النادي. اما الحضور ديال المدرب البارح في المدرجات في ماتش امام الرجاء كونتر حسنيه خريبكا فرا خرج بواحد الخلاصه وشاف ان الرجاء عنده واحد اللاعب اللي جاي في الطريق وغادي يعاون الفرقه بشكل كبير، والامر اللي كيتعلق بالمدافع المشخشر سي تبارك الله اللي غادي على خطى الكبار وكيبصم على مستويات اللي كبيره. فصراحه كنتمنوا ليه كل التوفيق وان شاء الله حنا اصلا كنعانيو من المشكل ديال الدفاع فرا جاي في الطريق اللي غادي نسينا فيه. وايضا الرئيس ديال الرجاء محمد بودريقه اللي كيتبع جميع الفئات والفروع الرجويه سواء فئه الذكور او فئه الاناث وحتى الرجاء ديال الفوتسال. فصراحه هاد البلان هذا نقي حيتاش غادي يساهم باش ان السميه ديال الرجاء تطلع في جميع الفروع. وكاين حتى اخبار كتقول بان الرئيس ديال الرجاء دار اجتماع مع محمد مادح باش انه يبدا من دابا ويشتغل على ملف راس حربه اللي يليق بفريقنا فريق الرجاء العالمي باش يتم الانتداب ديالو في الميركاتو الشتوي اللي غادي يكون ان شاء الله في شهر واحد. وغادي نمشيو مع اخر موضوع عندنا في هذا الفيديو هذا واللي كيتعلق بخبر المهدي موهوب واللي الحمد لله بعد ايام غادي يحيد القبص من الرجل ديالو وغادي يدخل في مرحله ترويض مباشره بعد
بعدها غادي يدخل في مرحله التدريب الفرديه. هاد المرحله هذه اللي ما كتفوتش 15 يوم، ونيشان غادي يمشي باش انه يندمج مع الفريق الاول في التدريب الجماعيه، ومباشره ان شاء الله غتكون العوده ديالو بشكل رسمي للفريق الاول والمباريات الرسميه. يعني فرا المده الحاليه المقربه لعوده مهدي موهوب للفريق ما يقارب شهر. يعني موهوب غادي يجي غادي يلقى الراجا في الدوره 12 او حتى الدوره 15 كاع. يعني فرا اللاعب غادي يجي وغتبقى عنده 15 دوره باش انه يثبت راسو وبين الثقه اللي دار في الجمهور انه كيستحق. فاكيد حنايا غادي نتمنوا ليه الشفاء العاجل ان شاء الله، ولما لا كاع يرجع قبل، حيت راه هادشي كامل غادي يكون في صالح الراجا. المهم انا غادي نكون وصلنا لاخوان نقول لكم هادشي اللي كاين كيف العاده، فيديو خفيف ظريف غير باش ما نغبروش عليكم شويه وصافي. ما تنساوش نتوما الاراء ديالكم في هادشي اللي قلنا، سواء من العقوبات وسواء حضور الرئيس والمدرب لفئه الامل، وايضا حتى التتبع ديال الرئيس لجميع الفروع الرجويه، وحتى العوده ديال الموهوب. عطونا الاراء ديالكم في هادشي كامل في لي كومونتير. اما الا درتي لايك وكومونتير وسبسكرايب فراك غتكون عاونتي هاد الشانه دي بزاف. وحاليا فرا بقى لي غير نقول لك بيس.